بصوا بقى، هنسيب القهوة على النار تتعمل مع نفسها على الله ما تفورش، علشان انا اصلا حتى لو واقفة جنبها بتفور، معرفش ليه. ماليش حظ ولا في لبن بغليه، ولا ليا حظ في قهوة بعملها. المهم خلصت الموضوع. في ناس كبالي على الخوص بتقولي، او انتي بتعملي الوجبة بكام؟ عندك بيتزا، بتعملي معرفش فراخ، معرفش بتعملي إيه. يا جماعة طبعا انا ما بكلمش حد خالص، انا ما بكلمش حد خالص. يعني حتى لما حد بيخش بالادب وبالاحترام بيقول لي كلمة حلوة، يعني مثلا ايه صباح الخير، او المفروض طبيعي ان انا هقوله صباح النور، او مثلا ربنا يرزقك، ربنا يكرمك. اي حد بيكتب لي كلمه حلوه المفروض طبيعي ان انا لما شفت تعليقك او شفت عليه اي حد ان انا ارد. فطبعا انا يعني انا بتاسف لكم. انا المشكله ان انا كلمه تجيب كلمه، انتوا فاهمين قصدي؟ ده مبدئي، كلمه تجيب كلمه. يعني انت ما تقولي صباح الخير فما يجراش حاجه اما اقول لك صباح النور، او مثلا ربنا يكرمك ربنا يخليك. انا بقى ممكن ارد عليك في التعليقات. يعني انت دلوقتي، انا دلوقتي عامله فيديو اهو، تكتب لي في التعليق اي حاجه اخش ارد عليك في التعليق قدام الناس كلها عادي. لكن لما تكتب لي كلمه، اي كلمه، حتى لو انت مش في نيتك حاجه ولا قصدك اي حاجه في الخاص، كلمه تجيب كلمه. انت بقى تقول لي كلمه وما انا ارد عليك بكلمه، فانت تقول لي كلمه فانا ارد عليك بكلمه. ده مش مبدئي، ده مش مبدئي. فالناس المحترمه حتى لو بتكتب لي كلام كويس وكلام محترم، حتى في ده كل ده كلام الناس المحترمه، مش كالناس اللي هي مش محترمه، اللي هي عايزه تتعرف وعايزه تبعت صور مش كويسه لا، انا مش بتكلم الناس. الناس دي اخرها معايا، او الناس اللي بتتصل على الماسنجر، لا الناس دي اخرها معايا بعمل بلوك وخلاص. حتى لما حد بيكتب كلمة مزة ولا جامدة ولا معرفش يا وحش، اللي هو ايه الكلام اللي انتوا فاهمينه دوت، حتى في الفيديوهات انا ما بردش عليه. لا اما ما ردش واكبر دماغي، لا اما اخش واعمل ايه، اعمل حظر وخلاص. يعني بلاها. انا محتاجه طبعا ان انتوا تعملوا لي لايكات، وان انتوا تكتبوا لي تعليق، وان انتوا تشتركوا عندي في القناه، كله على دماغي. بس بقله ادب بلاها، بقله ادب بلاها. فهمتوا قصدي؟ فانا ما بردش غير على الناس المحترمه جوه التعليق جوه الفيديو. فعشان انا بكلم الناس المحترمه اللي مثلا بتقول لي كلمه حلوه على الماسنجر، انا بقول لكم حقكم عليا، كلمه تجيب كلمه، وده مش مبدئي. انا داخله عامله الصفحه ديت وفاتحه الصفحه ديت روتين ومحتوى ومش اكتر. ايه محتواكي؟ زي ما انا قلت لكم، بنخش ندردش مع بعض شويه في الفيديوهات، بقوم اعمل لكم وصفه اكل، بقوم اعمل لكم روتين بشجعكم تقوموا تعملوا حاجاتكم في بيتكم. بنتكلم على حاجه عامه مثلا تخص العيال، حاجه في البيت، ندبر بيتنا ازاي كده، ولا اكتر ولا اقل. لكن اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ان انا مثلا فاتحه المحتوى بتاعي ان كل واحد يكتب لي حاجه على الخاص اخش ارد عليه، فهو يكتب لي فانا ارد، فانا اكتب له فيبقى بقى نقعد نرغي مع بعض على على الماسنجر. ده مش محتوايا ودوت. انا مش فاتحه الصفحه للرغي ولا للكلام دوت ولا لاي حاجه. انت حابب تقول كلمه حلوه اكتبها لي على التعليق، يعني على التعليقات، وانا كلمتك على دماغي بادبك وباحترامك هرد عليك برضو ايه على الفيديو. لكن تخش لي على الخاص طبعا انا مش هرد عليك، حتى لو انت كاتب كلمه كويس. كاتب كلمه مش كويسه هخش اعمل لك بلوك. خلاص تمام تمام. فالمهم يعني خلاص. فالمهم خلصت الموضوع. ففي ناس فاهمه محتوايا غلط. ازاي؟ هقول لكم ازاي. ان في ناس فاكره ان انا فاتحه المحتوى ده عشان بعمل اكل وشرب وكده. هو انا خايفه القهوه تفور. بتاع دوت. ناس فاكره ان انا بعمل اكل وشرب وكده هوت، فانا ببيع الاكل ده وجبات اونلاين بره. لا انا ما بعملش كده هوت. ده الاكل دوت بتاعي وبتاع عيالي وبتاع جوزي، والاكل دوت في البيت. انا بطلع الوصفه بس مش اكتر، او طريقتي في عمايل الاكل. لكن انا ما ببيعش اكل وما بطلعش وجبات وما فيش الكلام ده خالص. واكيد انا لو بعمل كده هوت اتمنى ان ربنا
يزودها عليا ويرزقني اكتر والدنيا تشتغل معايا واعمل كده مفيش مشكله خالص. بس انا دلوقتي حاليا انا ما ببيعش اكل ولا ببيع وجبات ولا اي حاجه خالص. فانا ايه قلت ايه، لا القهوه فارت فعلا، لا اجيلكوا. مش قلت لكم القهوه هتفور مني؟ رحت لقيتها لا في حاجه النهارده في الكلام. لا في حاجه في الكلام، لقيتها فارت مني القهوه ومغرقه لي البوتاجاز اللي انا لسه مصبنه. ادي القهوه. قلت لكم لازم تفوق، عارفين والله العظيم حتى لو انا واقفه جنب القهوه كده وما اتحركتش لازم تفور، هو حظي كده فقري. المهم بس فانا ولا ببيع وجبات ولا انا بعمل ببيع اكل ولا اي حاجه من الكلام دوت. انا قلت ارد عليكم هنا اهوت زي ما انا قلت لكم، عشان انا ما بردش في الخاص، عشان كلمه ما تجيبش كلمه وكلمه ما تجيبش كلمه، انتوا فاهمين قصدي؟ يعني علشان ما نقعدش ناخد وندي بعض ونرغي مع بعض ايه جو. ده حاجه. في ناس تانية كبالي انت بتلعبي ليدو ولا لا؟ انا بلعب ليدو ومعايا كوينات حلوه قوي في ليدو وحياه ربنا. وبلعب ليدو، بس دلوقتي بقالي فتره، بقالي بتاع سنه تقريبا ما بلعبش ليدو خالص. يعني الناس اللي هي الناس الاصدقاء اللي عندي، الناس اللي مشتركه عندي اللي هما بيلعبوا ليدو، انا ما بلعبش دلوقتي، بقالي سنه ما بلعبش ليدو مع اني معايا كوينات كتيره قوي. يعني مش عارفه معايا والله العظيم مليون ايه مليار، معايا مليار تقريبا. بس انا ما بلعبش عشان في ناس برضو كانت كبالي في الخاص وكبلي بعد اذنك يا استاذه بادب وباحترام وكل حاجه. وات يا زين، بأدب واحترام وكل حاجة بعد إذنك يا أستاذة. انتي بتلعبي ليدو ولا لأ؟ أنا عندي لعبة ليدو ومنزلة لعبة ليدو وكنت بلعبها ومعايا كويونات كتيرة. وبس أنا دلوقتي بقالي سنة ما بلعبهاش، مش عارفة بقى هرجع ألعبها تاني ولا لأ. بس هو فعلا بس فحبيت ان انا ارد على الناس كلها اللي كباني كاتباني. هو في ايه بقى؟ لا هو في ايه؟ انا عماله الكلام عمال يتعوج مني. بس فحبيت كل الناس اللي كاتبه على الماسنجر وبتسأل على حاجه، حبيت ان انا اطلع لها في فيديو وارد عليهم. وكل الناس المحترمة وبتسأل باحترام وبتتكلم وبتسلم باحترام، كان شخص او شخصة فكلكم على دماغي. هو كل الموضوع ان انا بس ما بحبش اكلم خاص، اني محدش كلمة تجيب كلمة والاقي نفسي عمالة ارغي مع شباب ورجالة، فده عيب ودوت احنا ما تربناش عليه. وبس ف قولوا لي بس انتوا عاملين ايه النهارده وعاملين اكل ايه؟ قولوا لي هتعملوا اكل ايه النهارده. انا زي ما انا قلت لكم هعمل النهارده كبده اسكندراني وهعمل شويه بطاطس محمرين وهعمل شويه سلطه الطحينه. وقلت لكم الفراخ اللي انا جبتها، مش معنى انا جبت فراخ بقى فانا كل يوم هعمل فراخ وهخلصها، فاكيد مش هعمل كده هو كل يوم. امبارح كنت عامله كشري بعدس اصفر، قبليها كنت عامله مكرونه بلحمه مفرومه كده زي الطاجن بتاعت الراجل بتاع الكشري. يعني كل يوم همشي يوم كده ويوم كده ويوم كده والايام بتزق بعضها. بس ما اروحش اجيب بقى 1000 جنيه معلش فراخ واروح اخلصهم في يومين ثلاثه، لا حرام برضو. يعني انا مش جاي ده ما يبقاش تفريز خالص، ولا انا كده بوفر ولا كده بفرز، انا كده جايبه عشان اكل. فزي ما انا قلت لكم كده همشيها واحده واحده. وما تستخسريش فيا اللايك، يعني بالله عليكي ما تستخسري فيا اللايك. اعملي لي لايك واعملي لي اشتراك لو انت مش عامله لي اشتراك. تعالى عايزه اقول لكم على حاجه صحيحه، عايزه اقول لكم كل واحده حاسه ان هي عندها اكتئاب او مثلا نفسيتها تعبانه او هي مكتئبه او في حاجه كده مش متظبطه معاها. عايزه اقول لكم انا اول مره اعرف ان الاكتئاب ده بيجي من قله الفيتامين الدال. قله فيتامين د في الجسم بيعمل اكتئاب. فلما رحت وكنت رايحه للدكتور، الدكتور بتاع البطنه بتاعه وكده فراح كانت قايل لي لا خدي ده.
شايفين دوت؟ فاكرين دوت اللي احنا كنا بنجيبه لعيالنا ونديلهم منه 4 نقط؟ الدكتور قال لي هاتيه واشربيه. بصوا بقى اشربه ازاي، كل اسبوع في نفس اليوم، كل اسبوع. بصوا كنا الاول بننقطه كدهوت للعيالنا للاطفال، فدلوقتي بقى احنا بناخد منه. عايز ايه زي عايز ايه؟ آه بصوا اهي ازازه الدواء، بترجيها كده حلو، وبتقومي شربها مره واحده، وتكوني محضره كوبايه لبن جنبك، وتشربي بعد ما تخلصي ازازه الدواء تشربيها على بق واحد، تقومي شاربه كوبايه اللبن، لا اما علبه زبديه بعد ما تشربيها تاكلي علبه الزبديه كلها وراها على طول. كل اسبوع في نفس اليوم، كل يوم ازازه. عايزه اقول لكم حلو قوي وجميل. طبعا كفايه ان هو فيتامين يعني لجسمك، مش هيضرك يعني ولا اي شيء خالص. اهو اللي مش عارفه اهو. ف... فكل اللي عندها اكتئاب، طلع الاكتئاب بيبقى قلة فيتامين د. وحاجة تانية، اللي عايزة تخس، اللي بتبقى عايزة تخس وبتعمل رجيم اكل